بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الرسالة رقم 23 من عوني عبد بطرس حدادين إلى طاغية الأردن عبد الله ابن حسين وإلى الشعب العربي والأردني معا. هذه المقالة نشرتها على العرب تايمز اللي ممنوعة من أكثر الدول العربية ومنهم الأردن، ممنوع نهائيا، عاملين عليها تعتيم. العرب تايمز. نشرت مقالتي في تاريخ 2 مارس 2013، يعني 2/3/2013. عنوانها الحرب الحقيقية في الأردن بين الله وعبد الله الثاني شخصيا. استغفر الله العظيم. الأردنيون حرروا عبد الله وتركوا الله بقوة تهديد عبد الله. يمنع الله من دخول الدول العربية، ويسمح دخول الأنبياء فقط بشروط: التزام الأدب واحترام ملوك ورؤساء الدول العربية. أما بعد، الأردن يوجد بها من يحملون لقب جلالة كثر، ومن بينهم سيدات عاهرات. فكيف يأتي الله سبحانه وتعالى على الأردن ويلتقي بملوك وملكات، ومنهم ملك حالي ذكر يحمل لقب جلالة، حيث التنافر بين جلالتين حالة استثنائية خطيرة، وقد تؤدي إلى قطع رؤوس ونتف إلحى شيوخ ومطارنة الدول التي ستتبع جلالة الله الحقيقي سبحانه تعالى. يحدث في الدول العربية وبالأخص الأردن وعلى المكشوف من ملك أذعر ابن ملك أذعر وحفيد ملك أذعر وابن حفيد ملك أذعر. يحكم الأردن يدعى عبد الله ابن حسين أو عبد الله الثاني أو أبو شاكوش الثاني. يحمل ديانة مسلم، ولكن أي طائفة يتبع من طائفة الديانة الإسلامية؟ إنه مسلم ماسوني، يعني مش تابع للطائفة الإسلامية، اخترعها من عنده. ملك الأردن عبد الله ابن حسين، وديانته المعلنة على المكشوف والراجل فيكم يتنفس معه هي مسلم ماسوني، ويقول عن نفسه أنه من نسل الرسول. هو ليس شيعي وليس سني وليس مسيحي كاثوليكي، ولا يعرف الله، ويتبعه شيوخ الدين الإسلامي وقساوسة الدين المسيحي، ويركعون له أو ينحنون ركوعا وطاعة لهذا الملك على أنه رسول، وهو رسول إرهاب. عن عبد الله بن حسين بحكي، لعلهم يحصلون على كراسي تليق بمكانس وجوههم وفتاوي دينية ممنهجة حسب مزاج الملك الطاغية المسلم الماسوني منذ ما يقارب 90 عام. أما بعد، خطباء وأئمة المساجد في الأردن وعند العرب منذ 90 عام كاذبون ومنافقون ومرهوبين، وإما أن تتلقى برقية مخابراتية من القصر أو كلاب مخابراته قبل أن تخطب خطبة الجمعة بساعات
لتسليمك الرسالة والخطبة التي ستلقيها، وهي عبارة عن غسيل دماغ المصلين بهذا النبي الجديد، الملك أو الرئيس على الدولة، ومنهم الملك الأردني المسلم الماسوني. وإما أيها الشيخ سيتم تجويعه وتشريد أسرته، أيها الإمام والشيخ والخطيب، أما بعد احذر، فأنت مراقب داخل حرمة مسجدك. قساوسة ومطارنة وخورة الكنائس منذ 90 عاما أيضا كاذبون ومنافقون ومرهوبين، زيادة شوي عن المسلمين. فقبل بداية القداس الإلهي تنتشر رعايا وكلاب هذا الملك رسول الإرهاب لتعطي تعليمات للمسيحيين وللقساوسة بعدم السماح بالتكلم بأي سياسات تخص رسول الإرهاب الملك الماسوني، وإلا فممكن القسيس أو المطران أو الخوري سيتم تعريته من ثوب القداسة بأمر من رسول الإرهاب المسلم الماسوني، ملك أو رئيس الدولة العربية، ومنهم ملك الأردن. هذا طبعا إذا لم يكن الخوري أو القسيس أو المطران هو نفسه مخابرات. فالحذر من رئيس طائفتك أيها المسيحي، لأنه ما في داعي حد ثاني يراقبك، بل في حد ثاني يراقب قسيسك أو مطرانك الذي يراقبك وهو رئيس طائفتك. هون انتهت مقالتي. الآن كلمتي إلى جميع رؤساء الطوائف المسيحية في الأردن، لأني كوني مسيحي وأعرف عن كل قضايا الغش والنصب والاحتيال من طرفهم. بتشحدوا على أبنائكم المسيحية من دول غربية ومن كنائس، وبتبنوا عمارات وإلكوا بزنس وعندكم سيارات فاخرة. والطالب المسيحي ما بيقدر يدرس في مدرسة حكومية لأنها لا تعلم الديانة المسيحية، وكل من على دينه الله يعينه. نحترم جميع الديانات، ولكن لما اتصل لمرحلة أنه أنا ما في طائفة تهتم فيي وفي ديانتي وتدرسني إياها، والسبب لما أدرس ابني في مدرسة مسيحية رسومه المدرسية تتجاوز رسوم طالب جامعي بدرس خاص على حسابه، والحجة بدنا نعلمك الديانة المسيحية. وإذا ما معك فلوس تدفع، الله معك، دبر حالك، سير يهودي، سير ماسوني، سير بوذي، أو بحترمهم كلهم، أو سير مسلم أيضا. وهذا الكلام مردود على الخوري والقسيس، لأنه الخوري والقسيس ما له ديانة في الأردن، كذاب. الديانة الموجودة في الأردن ديانة المسلم الماسوني اللي حاكم البلد، وانتوا بتلموا كل هالفلوس من الشعب عشان تدفعوا الثلثين منها إلى طاغية الأردن. هذا هو السر اللي الشعب المسيحي ما بيعرفه. الطالب المسيحي في كل دول العالم عم بدرس مجانا، وفي الأردن عم بدرس كأنه دراسات ماجستير ودكتوراه خاصة لأطفال. لذلك الثورة ما عم بتقوم من المسيحية، لأنه بفكروا طاغية الأردن حاميهم، بينما هو سارقهم ولاعن أبو أساسهم. والقسيس مثله مثل شخاخين الملك اللي بحطهم مشايخ على العشائر. وسبق أني حكيت مقالة فيها، أنا لا أهين الشيخ كشيخ الأصلي اللي الملك
غطرش عنه وحط شخاخ غيره. ولا أهين كل القساوسة والمطارنة، بل أهين رؤساء الطوائف الذين يتحكمون بنا. يعني رسوم طالب أول ابتدائي بيصل 800 دينار أردني. على إيش؟ هو عامل عملية قلب وبيراجعكم كل يوم وباخذ أدوية وعنده ممرضات. لهذا السبب يا مسيحية اصحوا، ويا أخوتي المسلمين نحترمكم جميعا ونحترم ديانتكم، وكل من على دينه الله يعينه. لكن إسقاط الطاغية واجب مقدس، لأنه سرق حتى الجوامع والكنائس، وسرق أطفالنا وحليب أطفالنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.